اهلا بيكم في قناتنا مروه للهاند ميد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنصور مع بعض طريقه عمل التوب والسكيرت دي، فتعالوا كده نسمي الله ونشوف هنبتديها ازاي. طيب التوب والجيبه دول هنعملهم ازاي؟ طبعا انا هستخدم ابره مقاس 3، وبستخدم الخيط القطن الايطالي. طيب مبدئيا كده انا عشان اعمل التوب ده انا بجيب المقاس باخده ازاي. طبعا بجيب المتر وباخد دوران الصدر، وببتدي اعمل سلاسل لحد ما بجيب مقاس الدوران. يعني مثلا انا عندي بقيس دايما على المانيكان مقاس دوران الصدر بتاع المانيكان مثلا 93، فانت بتشتغلي سلسلة طويلة لحد ما بتقيسيها بالمتر وتلاقي ان هي جابت معاكي ال 93 سنتي. تزيد سنتي او تقل سنتي يعني، طبعا لان الغرزة اعتقد ان صعب تظبطي يعني شكل الغرزة على المقاس بالظبط، فيعني لو فلتت سنتي زيادة عادي يعني مش مشكلة. ده بالنسبة للمقاس. طيب عشان بقى نعمل العدد مظبوط بحيث ان هو يديني شكل الغرزة، انا بشتغل 13 غرزة في البداية. ادي اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تمام، 13 غرزة في البداية. بعد كده ببتدي ازود 12 في 12 في 12، 12 غرزة في 12 غرزة لحد ما بجيب المقاس اللي انا محتاجاه اللي هو دوران السطر. طيب انا طبعا مش هعمل المقاس كله، انا بس هوريكم شكل الغرزة واشرح لكم الغرزة كويس، وبعد كده هرجع للمشروع اللي انا كنت بديت فيه. طيب ازود ال 12 غرزة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد كده 12 تانيين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وممكن نزود 12 كمان. كده انا عملت ال 12 يعني مضاعفات العدد 12، بس ما تنسوش تشتغلوا 13 غرزة في البداية. طيب بجيب السلسلة وبقوم قافلاها، وطبعا نخلي بالنا واحنا بنقفل السلسلة ان تبقى العدلة في العدلة، يعني ما ينفعش ابقى انا واقفة كده في وش السلسلة او العدلة بتاعت السلسلة واقوم وانا بقفل اقوم لفة وقافلة في الظهر، لا الشغل هيبقى مقلوب معايا او معكوس، يعني ملفوف معايا وانا بقفل. فلازم اقفل في العدلة بتاعت السلسلة كده، اقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي بعده هطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، اسيب غرزتين على السطر، ادي 1 2، واقفل في التالتة بغرزة حشو. اكرر 1 2 3 4، واسيب 1 2 واقفل في التالتة بغرزة حشو، واكمل كده لحد نهاية السطر. خلاص انا داخلة على ان انا اقفل وانهي السطر. اطلع باخر 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهاجي في اول 4 سلاسل واقفل، اقفل بغرزة منزلقة. طيب وفي نفس المكان طبعا اللي انا واقفة فيه بطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3، دول كده بمثابة اول عمود معايا، وفي نفس المكان انزل باربع عواميد معايا منهم واحد، يبقى ناقص لي 3 عواميد. ادي التاني
التالت، الرابع، والخامس. انا محتاجة ان الحلقة الواحدة يبقى فيها 5 عواميد، منهم 3 سلاسل اللي هم الارتفاع. طب الغرزة اللي بعده بتبقى غرزة حشو، بعد كده 4 سلاسل وغرزة حشو في اللي بعده، 4 سلاسل كمان واقفل بحشو في اللي بعديها. يبقى دلوقتي انا ماشية ازاي؟ بشتغل 5 عواميد، غرزة حشو، 4 سلاسل وبقفل بحشو، 4 سلاسل واقفل بحشو، وابتدي اكرر 5 عواميد. هنا كده اشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5، واللي جنبها تبقى حشو، 4 سلاسل اقفل هنا بالحشو، و4 سلاسل واقفل في اللي بعديها بغرزة حشو، واكرر 5 عواميد حشو، 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل حشو، 5 عواميد لحد ما بوصل للنهاية. المفروض ان هي بتقفل معايا على المفروض ان هي تقفل معايا على الاربع، اتنين يعني 2 حلقتين فاضيين كده يعني 4 سلاسل و4 سلاسل، عشان تبقى الغرزة كلها ماشية على نفس الريتم ونفس النغمة، يعني تبقى ايه 5 عواميد حشو، فراغ 1 فراغ 2، انا بسمي ايه 5 عواميد حشو 1 2 عشان تبقى سهلة يعني. فالمفروض ان هي تبقى تقفل معايا برضو على 1 2 فراغين 2، عشان كده قلنا ان احنا نعملها 13 غرزة في البداية، وبعد كده ابتدي اطلع 12 في 12 في 12 عشان تقفل معايا في الاخر على فراغين 2. ادي اهي كده نهاية السطر. شايفين بقت عاملة ازاي؟ لازم تبقى كلها على نفس المية، تبقى مية واحدة. ادي فراغ 1 فراغ 2 5 عواميد حشو، بعد كده سلاسل سلاسل اللي هي فراغ 1 فراغ 2 حشو عواميد حشو، فراغ 1 فراغ 2 حشو عواميد حشو، لحد ما بقفل السطر. بقفل على السلاسل وبعدها العواميد. طيب هقفل بقى في سلاسل الارتفاع، طبعا بقفل دايما في الغرزة الثالثة، وفي نفس المكان بطلع 3 سلاسل 1 2 3، دول كأنهم اول عمود معايا، بزود عليه سلسلة كمان يبقى الاجمالي 4 سلاسل، وبنزل بعمود فوق العمود اللي جنبيه على طول، واخد سلسلة كمان وانزل بعمود في العمود اللي بعديهم، وسلسلة وعمود فوق العمود، سلسلة عمود فوق العمود. يبقى انا معايا 5 عواميد السطر ده بس، ما بين كل عمود والتاني اخدت سلسلة. العمود اللي قبليه كان 5 عواميد بدون اي فواصل. طيب 1 2 3 4 5 كده ايه الشغل مظبوط. اجي هنا واقفل بغرزة حشو، وبعد كده اخد 4 سلاسل 1 2 3 4 كده، هيبقى معايا فراغ 1 بدل ما كان معايا في السطر اللي قبليه فراغين 2، لا السطر ده هيبقى معايا فراغ 1، عدد السلاسل قل. طيب واجي عند العواميد، اول ما بلاقي ال5 عواميد يبقى فوق كل عمود اشتغل عمود، وما بين كل عمود والتاني باخد سلسلة. ادي اول عمود سلسلة عمود وسلسلة لحد ما بيتشكل معايا ال5 عواميد، 5 عواميد ب5 سلاسل.
واجي هنا اقفل بحشو واطلع 4 سلاسل واقفل فوق الفراغ ده بغرزة حشو، يبقى كده بقى معايا فراغ واحد، واكمل فوق الخمس عواميد 5 عواميد، وفاصل سلسلة ما بين كل عمود والتاني لحد ما بوصل لنهاية السطر. قفلة السطر باجي عند سلاسل الارتفاع في السلسلة الثالثة 1 2 3 واقفل بغرزة منزلقة. بعد كده اجي في اول فراغ تحت اول سلسلة اقفل بغرزة حشو واخد سلسلة فوقيها، معايا حلقة على الابرة، اخد لفة على ابرتي وانزل في نفس المكان واسحب لفة واخلص اول لفتين، يعني كأني بشتغل عمود بس مش كامل، وانزل مرة تانية واسحب اول لفتين، بقى معايا 3 لفات على الابرة، اقوم سحباهم كلهم مرة واحدة. طيب اخد 3 سلاسل 1 2 3 واكرر نفس اللي انا عملته هنا في الفراغ ده وده وده، يعني بكرره 3 مرات كمان عشان يبقى معايا 4 نفس الغرزة دي. طيب كأني هشتغل عمود بس بسحب اول لفتين وبقي معايا لفتين على الابرة. مرة كمان مرة تانية اسحب اول لفتين ابقي معايا 3 لفات، مرة تالتة اسحب اول لفتين وابقي معايا 4 لفات. اول ما يبقى معايا 4 لفات اقوم سحباهم كلهم مرة واحدة، اخد كمان 3 سلاسل واكرر نفس الكلام، اسحب اول لفتين وبقي معايا لفتين. المرة التانية برضو بسحب اول لفتين وبقي معايا 3 لفات. المرة التالتة بسحب لفتين وبقي معايا 4 لفات، بعد كده اقوم سحبهم كلهم مرة واحدة. 3 سلاسل 1 2 3 واجي هنا واشتغل نفس الغرزة. طيب دخلت على غرزة السلسلة اللي هي 4 سلاسل او غرزة الفراغ اللي موجودة عندي دي، باخد غرزتين 2 او سلسلتين 2 وانزل هنا في الفراغ اللي يقابلني بغرزة حشو، وارجع تاني اخد سلسلتين 2 واكرر نفس الغرزة ما بين الخمس عواميد. دخلت على غرزة الفراغ اللي موجودة عندي دي اللي هي السلسلة او الاربع سلاسل، يعني باخد سلسلتين 2 واجي هنا واقفل بغرزة الحشو وسلسلتين 2 واكرر لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب نهاية السطر هشتغل اخر غرزة اللي هي غرزة الفراغ اللي انا باخد فيها السلسلتين 2 واجي هنا في غرزة الفراغ اللي موجودة عندي بقفل بغرزة حشو، بعد كده سلسلتين 2 اقفل بقى السطر في راس الغرزة دي او الفستونة دي او الفشراية دي، اقفل هنا في راسها كده بغرزة منزلقة، تمام، اللي هي ايه كأنها الراس اللي هنا كده، شايفين دي اللي انا قفلت فيها. طيب اللي بيحصل بقى بعد كده ان انا برجع تاني بكرر من البداية، بكرر السطور اللي انا عملتها من الاول خالص، من اول سطر السلاسل ده اللي هي 4 سلاسل 1 2 3 4 واسقط في الغرزة اللي بعدها في راس الغرزة على طول 4 سلاسل 1 2 3 4 واسقط هنا 1 2 3 4 1 2 3
3 4 واجي هنا واسقط. 1 2 3 4 واسقط هنا. اكمل كده بقى لحد ما بقفل السطر. ده سطر السلاسل. كمل كده لحد ما بوصل للاخر. نهاية السطر بنهي ازاي؟ انا واقفة عند الاربع سلاسل، باجي في اول سلسلة من الاربع سلاسل اللي هم بتوع بداية السطر واقفل بغرزة منزلقة. يبقى اول غرزة بقفل قفلت فيها اللي هي بتاعت الاربع سلاسل، اول غرزة من الاربع سلاسل قفلت فيها اهو بغرزة منزلقة. طيب اخد اللي جنبيها كمان اللي هي تاني سلسلة غرزة منزلقة، والغرزة التالتة كمان غرزة منزلقة. يبقى اول 3 غرز باخدهم منزلقين. طيب وفي نفس الاربع سلاسل باجي بقى من تحت كده اشتغل غرزة حشو. تمام. اجي عند الفراغ التاني بشتغل فيه 5 عواميد. يبقى انا ببتدي اكرر السطور بتاعتي، بس انا حبيت اوريكم البداية وهوريكم كمان القفلة عشان البداية فيها حتة الغرز المنزلقة دي عشان اوصل للفراغ التاني بسهولة. اشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5 واشتغل غرزة حشو في الفراغ اللي جنبيه. بعد كده اطلع 4 سلاسل وغرزة حشو و4 سلاسل وغرزة حشو، واجي هنا اللي هي الغرزة الوسطانية دي عشان تبقى شكل الغرزة فوق شكل الغرزة على طول، ما تبقاش مترحلة. اشتغل هنا ال5 عواميد واكرر لحد ما بقفل السطر. انا واقفة عند غرزة الحشو اللي هي من بعد ال5 عواميد، بطلع ال4 سلاسل واجي في الفراغ اللي موجود عندي هنا واقفل بغرزة حشو، وبعد كده 4 سلاسل. وفاكرين غرزة الحشو اللي انا كنت بدأت بيها السطر اللي هي دي، اقفل فيها بغرزة منزلقة. وفي نفس المكان اللي انا واقفة فيه بطلع 4 سلاسل، منهم اول 3 سلاسل كأنهم عمود، وبعد كده ببتدي اخد ال5 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة. ادي العمود التاني اهو، اخد سلسلة بعديه وانزل بعمود فوق العمود وسلسلة وعمود فوق العمود، وببتدي اكرر بقى نفس اللي انا عملته من الاول خالص. اجي هنا اقفل بحشو و4 سلاسل واقفل هنا بحشو واكرر ال5 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة. ببتدي اكرر السطور عادي خالص ما فيهاش اي مشاكل. دي طبعا انا كنت عاملاها الجيبة، وطبعا غرزة الجيبة هي نفس غرزة التوب. كل اللي بعمله ان انا هنا بشرح الجيبة او السكيرت، بدل ما باخد دوران السطر اللي هو كان معايا 93 وببتدي اعمل سلسلة طويلة على مقاسه. طبعا شرحنا ازاي اعمل السلسلة وبحيث ان هو يديني عدد الغرز مظبوط اللي هو 13، ببتدي ازود 12 في 12 في 12. انا هنا عشان اخد مقاس السكيرت باخد مقاس دوران الوسط
او اعرض مكان، يعني في مثلا واحدة تبقى عندها الجناب عريضة شوية، فلو هي دي اعرض حاجة اخد من عندها. يعني بتاخدي دايما مقاس اكبر منطقة، فاهمة؟ عشان يعني وانت بتلبسي السكيرت تبقى داخلة بسهولة. لكن لو جينا ولقينا ان الوسط، يعني من عند الوسط بعد ما خلاص طلعت وبقت عند وسطنا، لو لقينا الوسط واسع شوية، ده امره سهل، حزام شريط وندككه ونشده على وسطنا، مفيش مشكلة. بس المشكلة دايما تبقى في الاماكن اللي هي العريضة زي الجناب مثلا، فدايما بتاخدي مقاس اكبر منطقة. خلاص اخدنا دوران الوسط او دوران الجناب، وعملنا السلسلة مظبوط على قد المقاس، نفس اللي انا عملته هنا في اللي هو العينة الصغيرة دي، هو اللي انا عملته في العينة الكبيرة بقى، السكيرت الايه اللي هي هتتلبس. وبتفضلي شغالة لحد ما بتوصلي بقى للطول اللي انتي عايزاه. انا طبعا لسه هشتغل عليها كام دور كمان، على حسب بقى ما الخيط ما يجيب معايا، يا اما اخليها قصيرة يا اما اخليها طويلة. طيب ده كده التوب. انا لسه طبعا ما عملتش الجزء الفوقاني اللي هو بتاع حردة بقى ال يعني حردة الكتف والرقبة وتحت الدراع. ودي السكيرت. والتوب برضو نفس الحكاية، انا هكتفي بالطول ده لحد بس ما اخلص الجزء الفوقاني، وبعد كده ارجع اشوف بقى اذا كنت هطوله ولا هكتفي بالجزء ده. في كمان ملحوظة حبيت ألفت نظركم ليها. السطور اللي جاية بعد كده، يعني من ابتداء من تحت الصدر، لو انتوا حابين ان هو يبقى نازل على ملموم شوية، فانتوا هتخلوا، فاكرين لما كنا بنعمل 5 عواميد في نفس المكان؟ لا، بدل ال5 عواميد هتنقصوها تبقى 4 عواميد. عايزينه يبقى ملموم اكتر واكتر هتخلوها 3 عواميد، وبتشتغلوا بناء بقى على العواميد اللي انتوا عملتوها، ان كانت 4 أو 3. طيب نيجي بقى نشوف الحردة هنعملها ازاي. طيب نفترض ان ده الطول بتاع التوب اللي انا خلاص وصلت له. نفترض يعني انا لسه هكمل تحت. التوب احنا بنشتغل من فوق لتحت، فطالما من فوق لتحت اقدر ارجع للشغل وقت ما احب واكمله وقت ما احب. انا اشتغلت ناحية اللي هي ناحية الكتف او الصدر، وهنعمل الناحية التانية مع بعض. طيب مبدئيا كده عدد الصفوف اللي موجودة معايا، عدد الوحدات عددهم 16. 1 2 3 4 5 6 7، وهنا في 8 صف تامن متني كده. ولو قلبناه على الظهر شايفين الصف الثامن متني 9 10 11 12 13 14 15، والصف الاخير برضو اللي هو الصف ال16 هتلاقوه متني، يعني واخد جزء من الظهر وجزء من الوش. طيب نرجعه تاني على العدلة بتاعتنا. 16 صف. انا بسيب الصف اللي هو المتني ده انا بسيبه مش بعمل فيه حاجة، وزي ما سبته يبقى بسيب قدامه الناحية التانية الصف اللي هو ده مش بعمل فيه حاجة، وشغلي كله هيبقى على ال3 صفوف دول، 1 2 3 والرابع ده. الصف ده انا هشتغل فيه غرزة غير مكتملة، الصفين اللي في النص غرزة مكتملة، والصف اللي في النص ده بيبقى غرزة برضو بشتغل فيه نص غرزة، يعني غرزة مش مكتملة. يعني اتمنى ان الفكرة تكون واصلة لكم تمام. طيب يبقى انا بسيب
يعتبر بالصف اللي هو المتني ده اللي معايا، اللي هو لافف يمين يعني، واخد الوش وواخد الظهر. بس يبقى دي 1 2 3 4، والناحية التانية انا سايبة 1 2 3 4. اجي بقى انا خلاص اشتغلت على الجزء ده، اشتغلت زي ما اتفقنا الصف ده انا بسيبه، باجي اشتغل على الجزء ده اللي هما الاربع صفوف دول. طيب تعالوا بقى نشوف هنا هنعمل ايه. طب هنيجي هنا نعمل عقدة البداية بتاعتنا. طيب اشبك الخيط فين؟ زي ما اتفقنا الصف اللي هو المتني ده انا مش هعمل فيه حاجة. اجي الصف اللي جنبيه على طول، الواحدة اللي جنبيه على طول اللي هي دي اللي اشبك فيها الخيط، واطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. زي ما اتفقنا الصف ده هشتغل فيه نص غرزة او نص وحدة، فبدل ما بشتغل 5 عواميد في مكان واحد، لا انا هشتغل 3 عواميد في مكان واحد. ادي كده العمود التاني، وايه ادي العمود التالت، واكمل طريقة الوحدات عادي خالص. بنزل في الفراغ اللي جنبيه على طول بحشو، واطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وانزل في اللي جنبيه بغرزة حشو. يبقى انا كده اتكون معايا سلسلة واحدة، محتاجة 4 سلاسل كمان، 1 2 3 4، وانزل في الفراغ اللي جنبه بغرزة حشو. اجي بقى عند الخمس عواميد دول اللي هم المقلوبين لتحت، اشتغل فيهم 5 عواميد، انزل في اللي جنبيه بغرزة حشو، 4 سلاسل، 1 2 3 4، غرزة حشو، 1 2 3 4، وانزل هنا بغرزة حشو. طيب يبقى البداية كانت نص وحدة اللي هو الصف الاولاني، نص وحدة. الصف التاني اشتغلته غرزة مكتملة اللي هم الخمس عواميد، والصف التالت هيبقى برضو غرزة مكتملة. فاجي هنا واشتغل 5 عواميد، اجي هنا اشتغل غرزة حشو، واطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، واجي في الفراغ اللي جنبه على طول واشتغله غرزة حشو، 4 سلاسل كمان، 2 3 4، واشتغل غرزة حشو. طيب دخلت دلوقتي على منتصف الصدر. انا عايزة اعمل شكل الفي، انا عايزة حردة الرقبة تبقى طالعة معايا في. طيب الصف اللي هو يعتبر 1 2 3، الصف الرابع اللي هو الوسطاني ده هشتغل فيه 5 عواميد، 1 2 3 4، وادي 5. طيب
اجي هنا اطلع 5 سلاسل عشان ابتدي السطر الجديد. 1 2 3 4 5. بلف شغلي وبسيب عمودين 2، اول عمودين 2 يقابلوني مش بعمل فيهم حاجة، اروح على التالت على طول واشتغله عمود، وباخد سلسلة واشتغل عمود في العمود الاخير. بعد كده اشتغل غرزة الحشو 4 سلاسل، غرزة حشو. بعد كده عند الغرزة المكتملة بشتغل الوحدة بتاعتي عادي خالص، 5 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة، وبكرر نفس الكلام في الوحدة الكاملة اللي جنبها على طول، والنص وحدة هنشوفها مع بعض. طيب انزل بغرزة حشو طبعا بعد ما عملت ال5 عواميد اللي احنا اتفقنا عليهم. بعد كده انا خلاص داخله على نهاية السطر، اخد ال4 سلاسل وانزل هنا بغرزة حشو، واجي هنا بقى عند ال3 عواميد اللي هما النص وحدة، انزل فوق اول عمود بعمود، سلسلة، عمود فوق العمود، سلسلة، واجي بعد كده في سلاسل الارتفاع السلسلة الثالثة اشتغل فيها عمود. طيب بعد كده ارتفع سلسلة واحدة، الف شغلي واجي في اول فراغ هنا اشتغل غرزة حشو، جت على الواسع شوية، اشتغل غرزة الحشو. بعد كده اطلع فوقيها بسلسلة واحدة وابتدي اشتغل العواميد اللي انا بسحبها مرة واحدة مع بعضيها. وفاصل ما بينهم 3 سلاسل. طبعا الوحدة دي هي هتختم معايا على غرزتين 2 من العواميد اللي هي بتتاخد مع بعضها. طبعا الخيوط الزيادة دي بتتفنش في الاخر خالص. باخد سلسلتين واقفل بغرزة حشو في الفراغ او تحت ال4 سلاسل، واخد سلسلتين كمان، ونفس اللي انا عملته هنا اللي هي شكل الغرزة بيتكرر في كل فراغ. هنا لان هي غرزة مكتملة المفروض يبقى معايا 4 عواميد مشبوكين مع بعضهم، اللي هي الغرزة دي بكررها هنا 1 2 3 4، والفاصل اللي هي المسافة 3 سلاسل. بكرر في الوحدة دي لانها مكتملة والوحدة دي لانها مكتملة، ونهاية السطر نشوفه مع بعض. خلاص وصلت لنهاية السطر او داخلة عليه، بنهي بالسلسلتين، بعد كده غرزة حشو، ونيجي بقى نشتغل النص وحدة. باخد سلسلتين 2، بكرر العواميد بتاعتي، بعد كده يجي سطر السلاسل. طيب بطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، ألف الشغل، وفي نفس المكان اللي أنا طلعت منه ال4 سلاسل بقفل بغرزة حشو، وأكمل سلاسل عادي خالص 4 سلاسل، وأقفل في الغرزة اللي بعديها 4 سلاسل، وأقفل في الغرزة دي على طول، واكمل كده ونشوف مع بعض نهاية السطر. طيب
نهاية السطر انا خلاص معايا اخر مجموعة من العواميد اللي انا كنت بسحبهم مرة واحدة. بنهي السطر ان انا اقفل فيها برضو باربع سلاسل، يعني عملت الاربع سلاسل اهم، وهدخل هنا في راس الفشارايه دي كأنها الفشارة يعني، واقفل بغرزة حشو. اطلع 3 سلاسل، 1 2 3، ونلف شغلنا. وفي نفس المكان اللي انا طلعت منه بالثلاث سلاسل انزل بعمودين كمان، يعني الثلاث سلاسل هعتبرهم ان هما عمود، وانزل بعمودين كمان عشان انا محتاجة اعمل نص واحدة. ادي التاني، العمود التاني، وده كده العمود التالت. يبقى كأني اشتغلت 3 عواميد في مكان واحد، نفس المكان اللي انا طلعت منه بسلاسل الارتفاع. اجي بقى في الفراغ اللي على طول جنب ال3 عواميد دول انزل بغرزة حشو، اطلع 4 سلاسل، والفراغ اللي جنبه على طول غرزة حشو، و4 سلاسل، وهنا الفراغ اللي هو اول فراغ من السلاسل اللي انا كنت بعملها فوق الاربع فشارات دول اشتغل برضو غرزة حشو، واجي في الغرزة الوسطانية هنا بكرر نفس الغرزة دي، بشتغل 5 عواميد عشان انا عايزة اشتغل وحدتين جنب بعض غرز مكتملة، فهشتغل هنا 5 عواميد وهنا 5 عواميد. وصلت لنهاية السطر اشتغل 4 سلاسل، واقفل هنا بالحشو 4 سلاسل، واقفل هنا بغرزة حشو، واجي بقى في الاربع سلاسل اللي هم الحلقه الصغنطوطه قوي دي اللي انا كنت قفلت فيها في نفس المكان، بشتغل ال3 عواميد عشان اعمل نص واحده. ادي 1 2 3. طيب السطر اللي بعد كده بشتغل 3 سلاسل، 1 2 3 كأنهم اول عمود، باخد سلسله اللي هي المسافه ما بين كل عمود والتاني، الف الشغل بتاعي. العمود اللي جنبه على طول اللي هو يعتبر العمود التاني اخد عمود وسلسلة، وانزل في العمود التالت بعمود. اجي هنا اقفل بغرزة حشو واطلع الاربع سلاسل، واقفل هنا بغرزة حشو، وزي ما اتفقنا الوحدتين اللي هيقابلوني هنا هتبقى واحدة كاملة وهنا واحدة كاملة، في الاخر بختم بنص واحدة. فهنا هشتغل عمود سلسلة عمود لحد ما يبقى معايا 5 عواميد، والوحدة التانية كذلك عمود سلسلة عمود لحد ما يبقى معايا 5 عواميد. وهنا طبعا بكون قافلة بحشو، بطلع 4 سلاسل واقفل هنا بحشو، يعني المفروض هنا تختم معايا على مجموعة 4 سلاسل واحدة بس، يبقى معايا سلسلة واحدة بس موجودة معايا زي اللي هي اتشكلت معايا في الاول هنا. تكرار لكل الغرز اللي احنا او لكل السطور اللي احنا اشتغلناها قبل كده. طيب قفلة السطر خلاص وهو داخله عليها، انا هنا واقفة على غرزة الحشو وباخد 4 سلاسل، واشتغل هنا بغرزة حشو، والثلاث عواميد باجي فوق اول عمود اشتغل عمود، بعد كده اخد سلسلة، والعمود التاني اشتغل فوقيه عمود واخد سلسلة، واجي في سلاسل الارتفاع الغرزة الثالثة واشتغل فيها عمود. طيب السطر اللي بعد كده بلف شغلي، اول فراغ يقابلني اللي هو المربع الاولاني ده اشتغل فيه غرزة منزلقة، والعمود التاني اللي موجود عندي ده اشتغل فيه غرزة منزلقة،
يبقى كده اشتغلت اول غرزتين منزلقين. باجي في المربع التاني على طول اشتغل فيه غرزة حشو سلسلة، واشتغل عمود بس بسحب اول لفتين وبقي معايا لفتين، وعمود تالت واسحب اول لفتين وبقي معايا التلات لفات او اقوم سحبهم كلهم مرة واحدة. بعد كده باخد سلسلتين اتنين واقفل هنا بغرزة حشو، سلسلتين اتنين، واكرر في كل مربع او كل فراغ تحت كل سلسلة بكرر نفس الغرزة دي. بشتغل هنا طبعا واحدة كاملة وهنا واحدة كاملة، وفي الاخر هنشوف هنقفل السطر ازاي. نهاية السطر باخد سلسلتين اتنين واقفل هنا زي ما اتفقنا بغرزة حشو، بعد كده سلسلتين كمان. هنا بقى انا هعمل ايه؟ هاجي في المربع الاولاني ده اشتغل فيه عمود بسحب منه اول لفتين ابقي معايا لفتين، والفراغ الاخير ادخل فيه واخد اول لفتين بسحبهم وبقي معايا لفة واسحب الثلاث لفات كلهم مع بعض. طيب بعد كده بطلع باربع سلاسل، السطر ده كله هيبقى سطر سلاسل، واجي في اول غرزة فشراية بتقابلني وانزل فيها بغرزة حشو واربع سلاسل كمان، والفشارة اللي جنبها على طول بغرزة حشو، يبقى كل فشارة هتقابلني بكون عاملة اربع سلاسل وبنزل فيها بغرزة حشو، اربع سلاسل حشو اربع سلاسل حشو كده لحد ما بوصل للاخر. هنا كده بكون عاملة اربع سلاسل وبقفل فيها بغرزة الحشو. طيب السطر اللي بعد كده هرتفع اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، الف الشغل واقفل هنا بغرزة حشو، باجي هنا اعمل الخمس عواميد بتوعي. انا كده بعمل تناقص في عدد الوحدات، يعني كنت الاول بشتغل نص وحدة، لو تلاحظوا ان النص وحدة اللي انا بشتغلها خلاص اختفت وبقيت دخلت على الغرز اللي تبقى كاملة، فهشتغل هنا خمس عواميد. بعد كده هنا غرزة حشو، بعد كده اربع سلاسل، انزل بغرزة حشو، اربع سلاسل، غرزة حشو في الفراغ اللي جنبه على طول، واكرر هنا الخمس عواميد. وصلت لاخر السطر، انا واقفة عند الخمس عواميد، بقفل في اخر اربع سلاسل هنا بغرزة حشو وباخد اربع سلاسل كمان واقفل في الفراغ اللي هنا بغرزة حشو. طيب بعد كده بطلع اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، الف الشغل، وفي اول فراغ بقفل فيه بغرزة حشو. اجي هنا بقى فوق كل عمود باخد عمود، ما بين كل عمود والتاني باخد سلسلة، بشتغل هنا طبعا غرزة كاملة وهنا غرزة كاملة، وهنشوف قفلة السطر ازاي. قفلة السطر اجي هنا واقفل بغرزة حشو واطلع اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وباجي في سلاسل الارتفاع بتاعت السطر اللي فات او اللي هم الاربع سلاسل كانوا، بقفل في تالت سلسلة، يعني بسيب سلسلة اللي هي السلسلة الرابعة
باجي هنا كده اعد 1 2 3، اقفل هنا بغرزة حشو. طيب اخد سلسلة والف شغلي، واجي هنا اقفل بغرزة حشو. بعد كده باخد سلسلتين 2 واجي اول فراغ وابتدي اكون الفشارة اللي هي بتبقى عبارة عن عمود، وببقي معايا لفتين، وبنزل بالعمود التاني وبقي معايا لفتين، اقوم سحباهم كلهم مرة واحدة. بعد كده 3 سلاسل. هنا بقى بنزل بعمود، اسحب منه اول لفتين، ابقي معايا لفتين، انزل بالعمود التاني نفس الكلام، اسحب اول لفتين، ابقي معايا 3، ومرة تالتة اسحب اول لفتين لحد ما يتبقى معايا 4 لفات، اقوم سحباهم كلهم مرة واحدة. 3 سلاسل وبكرر نفس الغرزة. هنا تبقى غرزة مكتملة او وحدة مكتملة، وهنا كمان وحدة مكتملة، ونشوف هنقفل السطر ازاي. طيب وصلنا لاخر السطر، باخد سلسلتين 2 واجي في ال4 سلاسل اللي هي الغرزة الصغيرة اللي موجودة معايا دي، واقفل فيها بغرزة حشو. بعد كده اطلع 4 سلاسل، والسطر ده كله هيبقى عبارة عن سلاسل، وزي ما اتعودنا ان انا بقفل في غرزة الفشار. طيب نهاية سطر السلاسل بطلع 4 سلاسل كمان، وبقفل في غرزة الحشو الأولانية. يعني في هنا المفروض في سلسلتين وبعديهم غرزة حشو، أنا بقفل في غرزة الحشو دي. طيب السطر اللي بعد كده اطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، نلف شغلنا، وباجي في اول حلقة او اول فراغ واقفل فيه بغرزة حشو. بعد كده اطلع 4 سلاسل، واجي في تاني فراغ اقفل فيه بغرزة حشو. بعد كده اكون ال5 عواميد بتوعي غرزة كاملة، وهنا كمان هتبقى غرزة كاملة، ونشوف بنقفل السطر ازاي. قفلة السطر اجي هنا اقفل بغرزة حشو، واطلع 4 سلاسل، واجي هنا اقفل بغرزة حشو، واطلع 4 سلاسل، واقفل في اول سلسلة خالص بغرزة حشو. طيب السطر اللي بعد كده اطلع سلسلة والف الشغل، اشتغل هنا غرزة حشو، واطلع 4 سلاسل، واقفل هنا بغرزة حشو. بعد كده اشتغل ال5 عواميد الفاصل ما بينهم سلسلة، هنا غرزة كاملة وهنا غرزة كاملة، ونشوف نهاية السطر ازاي. بنقفل السطر بغرزة حشو في الفراغ اللي قابلني على طول، وبعد كده بطلع ب4 سلاسل، وانزل بغرزة حشو في اخر 4 سلاسل او اخر فراغ يقابلني. طيب اول ما بوصل، لان انا خلاص بقى معايا وحدتين يعتبروا كاملين،
يعني النص وحدة اللي انا كنت بعملها في الجناب او على الطرف ده والطرف ده خلاص اختفوا، انا خلصت الحردة بتاعتي خلاص. ببتدي بقى اطلع سطور منتظمة، بحافظ على شكل الغرزتين الكاملين لحد ما بوصل للطول اللي انا عايزاه المناسب لكتفي، ما يبقاش طويل قوي فيبقى التوب نازل، ولا يبقى قصير قوي فيبقى مرفوع لفوق، يعني بحاول اوصل للطول المناسب. طيب باجي بعد كده للسطر اللي بعده اللي هو سطر الفشارات، بطلع سلسلة واحدة ويألف الشغل، وفي اول فراغ اللي هو الاربع سلاسل هما في اول السطر دول اشتغل فيهم غرزة حشو، بعد كده اخد سلسلتين اتنين وابتدي اكون الفشارات بتاعتي. طيب بختم السطر بسلسلتين وغرزة حشو في السلاسل الأخيرة. نبتدي نكرر نفس السطور لحد ما بنوصل للطول اللي احنا عايزينه. يعني السطر اللي جاي المفروض يبقى سطر السلاسل، وبعدها سطر ان انا بكون الخمس عواميد، بعدها الخمس عواميد اللي هم ما بين كل عمود والتاني سلسلة، ببتدي اكرر لحد ما اجيب الطول اللي انا عايزاه. طيب كده خلاص خلصت الجزء الامامي. حبيت الفت نظركم لحاجه، ان احنا لما بنيجي ننهي الجزء بتاع الكتف بننهيه بغرزه الفشاره، يعني بنرتفع زي ما احنا عايزين في السطور لحد ما بنوصل لجزء اللي هو الفشاره ده. طب كده هيبقى ناقص لنا ايه؟ هيبقى ناقص لنا جزء الظهر. طيب ارجع تاني واقول ان التوب عندي، التوب كان عباره عن 16 وحده. لو عدينا الجزء اللي قدام مع الجزء اللي ورا هيبقى عندي 16 وحدة. اشتغلت عليهم ازاي؟ قسمتهم، اشتغلت هيتقسموا كالآتي: 7 جزء الأمامي، و7 الجزء الخلفي، وهيبقى فيه وحدة من الجنب مش هشتغلها، ما بعملش فيها حاجة، وجزء كمان سوري، وواحدة كمان من الجزء التاني او الناحية التانية الجنب التاني، يعني ما بعملش فيهم حاجة. فلو عدينا 7 و7 14، 7 من قدام و7 من ورا 14، والوحدة اللي هي من الجنب ادي كده 15، الوحدة من الجنب التاني يبقى كده 16 وحدة. يبقى انا قسمتهم. لازم الجزء بتاع الوش يبقى نفس عدد الوحدات اللي انا هشتغلهم في جزء الظهر. يعني انا جزء الظهر ده انا هشتغل فيه 7 على 7 وحدات عشان يبقى زي الجزء الامامي. اشتغلت 7 وحدات يبقى الجزء بتاع الظهر يبقى كمان هو 7 وحدات. وجزء الظهر هو نفس فكرة الحردة بتاعة الصدر اللي هي حردة اللي تحت الإبط، بس الفكرة ان انا مش هعمل الظهر 7 زي الصدر اللي هو حرف الفي، لا انا مش هعمله 7، انا هعمله مقفول. يعني لحد هنا انا هشتغل مقفول. الحردة بس هتبقى على الجوانب، الجنب ده والجنب ده. الجزء بقى اللي في النص ده اللي هو جزء الظهر كله هيبقى وحدات مكتملة مكتملة مكتملة، ما عدا بس الوحدة اللي هي هتبقى هنا كده هتبقى نص وحدة، والوحدة اللي هي هنا كمان هتبقى نص وحدة. اتمنى ان الفكرة تكون واصله لكم، لان يعني في تفاصيل كتير كده شوية وتركات، ويعني ممكن يبقى ايه شغله رخم شوية. هو يعني على كل مش للمبتدئين، يعني لو انت لسه بتبتدي تتعلمي كروشيه ما انصحكيش انك انت تبتدي بالتوب ده. السكرت سهلة جدا، السكرت اي حد ممكن يعملها. السكرت سهل جدا ان اي حد ممكن يعملها، لكن هي الفكرة في الطب عشان فيه حردة الابط وحردة الرقبة، فبيبقى شوية شغله صعب لو انتي لسه بتبتدي بتتعلمي كروشيه. طيب نيجي بقى لجزء الظهر. زي ما اتفقنا هنسيب
واحدة على الجنب مش هنعمل فيها حاجة، وهنبتدي ابتداء من الوحدة اللي هنا هنشتغل نص وحدة عبارة عن 3 سلاسل كأنهم عمود، وفي نفس المكان اشتغل عمودين 2، يبقى كده بقى معايا 3 عواميد في البداية، واكمل باقي الشغل عادي خالص لحد ما بوصل للوحدة دي اشتغل فيها 3 عمود نص وحدة، وزي ما اتفقنا في غرزة على الجنب انا ما بعملش فيها حاجة. وصلت للغرزة اللي انا هشتغلها نص وحدة، اجي هنا الغرزة الاخيرة واشتغل فيها ال3 عواميد نفس ما عملت في حردة اللي هو الجزء الامامي اللي هو الجزء بتاع السطر، بعمل فيه جزء الظهر بس، الجزء اللي هو بتاع تحت الدراع تحت الابط ده اللي انا بعمل فيه الحردة بتاعتي، لكن في النص مش هعمل اي حردات لان زي ما شرحت قبل كده ان الصدر عايزاه مقفول، مش عايزه يبقى فيه في ولا فتحة ولا اي حاجة، فعشان كده بعمل حردة من الاطراف، الحردة تبقى من الجوانب بس. طيب هنا اطلع 3 سلاسل وسلسلة مسافة وبلف شغلي، وفوق العمود الاولاني سوري العمود التاني بشتغل عمود وسلسلة، والعمود التالت اشتغل عمود، واكمل باقي الشغل عادي خالص. هنا انزل بغرزة حشو و4 سلاسل واكمل الشغل عادي. طب لما باجي اختم عند النص وحدة بختم زي ما بدأت، باجي فوق اول عمود بشتغل عمود سلسلة، عمود فوق العمود التاني سلسلة، وعمود في الغرزة التالتة اللي هي بتاعة سلاسل الارتفاع. اخلص السطر ده كله وارجع لكم عشان نشوف بداية السطر الجديد. طيب بداية السطر الجديد باخد سلسلة الف شغلي، اجي في اول فراغ او اول مربع انزل بغرزة الحشو وسلسلة، وفي نفس المكان بنزل بالفشارة بتاعتي اللي احنا اتعودنا عليها واسحب واخد 3 سلاسل واعمل الفشارة التانية، اسحب وسلسلتين 2 غرزة حشو سلسلتين 2 واكمل في كل فراغ بعمل فشارة لحد لما بيبقى معايا ال4 فشارات، واكمل الشغل عادي لحد ما بوصل لنهاية السطر. نهاية السطر نفس الكلام برضو بختم هنا بفشارة، يعني هتبقى سلسلتين غرزة حشو سلسلتين فشارة 3 سلاسل فشارة. اخلص السطر ده كله وارجع لكم في السطر الجديد نشوف البداية بتاعته ازاي. طيب بداية السطر الجديد اللي هو سطر السلاسل، بطلع 4 سلاسل 1 2 3 4 بلف شغلي وانزل في نفس المكان اللي انا طلعت منه بال4 سلاسل، انزل بغرزة حشو، بعد كده 4 سلاسل وفوق الفشارة انزل بغرزة حشو واكمل سطر السلاسل اللي احنا متعودين عليه لحد ما بوصل لاخر غرزة فشارة. اول ما بوصل هنا بعمل 4 سلاسل واقفل في نفس المكان، اول ما بوصل لغرزة الفشارة دي بطلع ب4 سلاسل واقفل في نفس المكان بغرزة حشو. طيب السطر الجديد بطلع 3 سلاسل 1 2 3 بنلف الشغل، واجي في اول حلقة او اول فراغ او اول 4 سلاسل
واشتغل عمودين 2. بعد كده الغرزة اللي جنبها او الفراغ اللي جنبه بشتغل حشو 4 سلاسل، حشو في الفراغ اللي جنبه و4 سلاسل كمان، وحشو في الفراغ اللي جنبه، وابتدي اكون ال5 عواميد هنا. طيب وصلنا لاخر السطر. باجي في الغرزة اللي هي ال4 سلاسل الصغنطتين دول وبشتغل فيهم 3 عمود. السطر الجديد اطلع 3 سلاسل وسلسلة، بنلف الشغل، وفوق العمود التاني اشتغل عمود، واخد سلسلة كمان، وفوق العمود التالت بشتغل عمود. هنا اشتغل حشو واطلع 4 سلاسل واشتغل هنا حشو، واكمل باقي الشغل بتاعي عادي لحد ما بوصل لنهاية السطر. اوصل لنهاية السطر زي ما عملت في البداية بعمل في النهاية. هوصل هنا اللي هما ال3 عواميد، كل عمود اشتغل عليه عمود وفاصل ما بينهم سلسلة. طيب بداية السطر الجديد بلف الشغل من غير ما باخد سلاسل ولا اي حاجة، لان انا عايزة اشتغل اول غرزتين منزلقة، يعني اجي في المربع الاولاني ده او الفراغ الاولاني اشتغل فيه غرزة منزلقة، غرزة العمود بشتغلها هي كمان غرزة منزلقة، واجي في المربع التاني اشتغل فيه غرزة حشو سلسلة، وبعد كده ابتدي اكون الفشارة بتاعتي. اخد سلسلتين كده، هي قفلت معايا على فشارة واحدة بس في البداية. اجي هنا اقفل بغرزة حشو واكمل الشغل بتاعي عادي خالص، ولما باجي انهي لازم برضو انهي بغرزة فشارة واحدة بس. هوريكم هناخدها ازاي. طيب نهاية السطر في سطر الظهر، ركزوا في سطر الظهر، انا هاجي اشتغل هنا الفشارة بتاعتي، سوري انا عملت هنا سلسلتين وقفلت هنا بغرزة حشو، يبقى اخد قبل ما اعمل الفشارة سلسلتين كمان، واجي هنا اعمل الفشارة. ادي 1 2 3 اقفلهم او اخدهم كلهم مرة واحدة، واجي بقى في العمود اشتغل غرزة منزلقة، والفراغ الاخير ده اشتغله هو كمان غرزة منزلقة. طب نيجي بقى لجزء السلاسل او سطر السلاسل. اطلع 4 سلاسل ونلف الشغل، واشتغل في كل راس فشارة غرزة حشو، يعني 4 سلاسل وفي راس الفشارة غرزة حشو، 4 سلاسل وفي راس الفشارة اشتغل فيها غرزة حشو لحد الاخر، لحد ما بوصل لهنا. طيب بداية السطر الجديد اطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، نلف شغلنا واشتغل غرزة حشو هنا. بعد كده اجي هنا واشتغل ال5 عواميد بتوعي واكمل الشغل بتاعي لحد الاخر، وهوريكم قفلة السطر ازاي. طيب داخله خلاص على نهاية السطر، انا واقفة عند ال5 عواميد، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، بعد كده اطلع 4 سلاسل وانزل في الفراغ الاخير ده بغرزة حشو. طيب بداية السطر الجديد 4 سلاسل ونلف شغلنا
وفي اول فراغ اشتغل غرزة حشو. بعد كده اعمل الخمس عواميد فاصل ما بين كل عمود والتاني سلسلة. اكمل كده للاخر. طيب نهاية السطر اقفل في الحلقة الاخيرة بغرزة حشو واطلع 4 سلاسل واقفل في الغرزة التالتة او السلسلة التالتة. بعد كده اخد سلسلة الف الشغل والفراغ اللي عندي ده اللي هو ال4 سلاسل اشتغل غرزة حشو. بعد كده سلسلتين 2 وابتدي اكون الفشارات بتاعتي ما بين كل ما بين العواميد، يعني تحت كل سلسلة بشتغل غرزة الفشار. طيب نهاية السطر هاجي في الحلقة الأخيرة اللي هي الصغيرة دي ال4 سلاسل اللي أنا كنت عملتهم، وقبل ما أقفل فيها بغرزة حشو ما ننساش ناخد السلسلتين اللي احنا بناخدهم بعد الفشاراية، وأجي هنا أقفل بغرزة الحشو. طيب أطلع 4 سلاسل 1 2 3 4 نلف شغلنا واقفل في راس اول فشارايه واكمل باقي الشغل على كده لحد الاخر. طيب نهاية السطر انا قفلت ب4 سلاسل غرزة حشو في اخر فشارايه، فاضل في هنا عندي سلسلتين وغرزة حشو، بطلع كمان 4 سلاسل واقفل في غرزة الحشو بغرزة حشو. طيب السطر الجديد اطلع ب4 سلاسل نلف الشغل، في اول حلقة تقابلني انزل فيها بغرزة حشو، بعد كده 4 سلاسل وانزل هنا بغرزة حشو وابتدي اعمل ال5 عواميد واكمل الشغل عادي خالص. قفلة السطر انا واقفة عند ال5 عواميد، اجي هنا اقفل بغرزة حشو، بعد كده 4 سلاسل اقفل هنا بغرزة حشو، بعد كده 4 سلاسل واقفل في بداية السلاسل بتاعت الحلقة الأولانية بغرزة الحشو. طيب السطر الجديد اخد سلسلة والف الشغل، اجي هنا ادخل بغرزة حشو، بعد كده اطلع 4 سلاسل 1 2 3 4 واجي في الحلقة اللي جنبها على طول واشتغل غرزة حشو وابتدي اكون العواميد والفاصل ما بينهم سلسلة لحد الاخر. طيب نهاية السطر اقفل في الغرزة الاخيرة بغرزة حشو اللي هي ال4 سلاسل الاخرانية، واطلع ب4 سلاسل كمان، والغرزة الصغيرة دي اللي هي 4 سلاسل زغنطتين كده انزل فيهم بغرزة حشو. طيب السطر اللي بعد كده هيكون سطر الفشارات، باخد سلسلة بلف شغلي، والحلقة الأولانية أو الفراغ الأولاني بشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده اخد سلسلتين 2 واشتغل صف أو سطر الفشارات لحد ما بوصل لنهاية السطر، وبقفل هنا في الآخر باخد سلسلتين 2 واقفل هنا بغرزة حشو. ده كده الشكل. ناقص بقى ان احنا نشبك الناحيتين دول مع بعض. تعالوا بقى نشبك الظهر مع الكتاف.
انا واقفة عند الظهر، ما كنتش فصلت الخيط بتاعي عشان اشبك بالسطر السلاسل. عشان كده قلت لكم لما نيجي ننهي السطور بتاعتنا نخليها واقفة على سطر الفشارة، عشان لما اجي اشبك بسطر السلاسل. طيب اطلع 4 سلاسل واخد نفس الغرزة في الجهة المقابلة اللي هي دي، ادخل كده وادخل بمنزلقة، اطلع 4 سلاسل واخد الفشارة الاولانية من جهة الظهر واقفل بمنزلقة، 4 سلاسل، 1 2 3 4، واخد الفشارة الاولانية في جهة الكتاف اللي هي دي كده، واقفل بمنزلقة، 4 سلاسل، واخد الفشارة التانية من جهة الظهر ادخل فيها واسحب الخيط واقفل بمنزلقة، 4 سلاسل، واخد الفشارة التانية من جهة الكتاف كده واسحب بمنزلقة، و4 سلاسل، 1 2 3 4، واخد الفشارة التالتة من جهة الظهر بالشكل ده واسحب بمنزلقة، كمان 4 سلاسل، واخد الفشارة التالتة من جهة الكتاف كده واسحب بمنزلقة، 4 سلاسل، 1 2 3 4، واخد الفشارة الرابعة والفشارة الأخيرة في الوحدة الأولانية واسحب بمنزلقة، اخد 4 سلاسل، 1 2 3 4، اخد الوحدة سوري الفشارة الرابعة في الوحدة الأولانية اللي هي دي كده، واقوم سحبة بمنزلقة. يبقى انا كده خلصت الاربع وحدات في جهة الصدر سوري جهة الظهر، والاربع فشارات في اللي هي الوحدة التانية اللي هي جهة الكتاف. طيب اطلع 4 سلاسل وادخل بقى على الوحدة التانية، اول فشارة في الوحدة التانية ادخل فيها كده من ورا لقدام، احاول بس ايه امسكها من ورا كده لقدام وادخل في راس الفشارة واقفل بمنزلقة، 4 سلاسل، 1 2 3 4، اخد بقى الفشارة الاولانية من الوحدة التانية، الوحدة اللي هي في جهة الكتاف الناحية التانية يعني، ادخل فيها كده واقوم قافلة بالمنزلقة، 4 سلاسل، واخد الفشارة دي واقفلها بمنزلقة. طب كده احنا شبكنا الجزء الامامي بالجزء الخلفي، وده شكله وهو ملبوس على المانيكان. بصوا هو نازل، انا عاملاه نازل على واسع،
لو انتوا عايزين زي ما شرحت قبل كده ان انتوا تضيقوا من عند الوسط، يبقى ساعتها هنفك الجزء ده كله، يعني هنكتفي من اول تحت الصدر كده، يعني هنيجي الجزء ده، وبدل ما انا بعمل 5 عواميد زي ما قلت 5 عواميد، بنقلل بننقص بنخليهم 4 عواميد لو انا عايزاه يبقى نازل شوية متجسم. لكن لو انا عايزاه يبقى على واسع كده، بخليني زي ما انا ال5 عواميد محافظة عليهم. فانا يا اما هخليه نازل على واسع، يا اما هفك الجزء كده من تحت الصدر، يعني هفك الوحدة كام وحدتين هفكهم، هفك وحدتين، حوالي وحدتين، وابتدي اشتغل 4 عواميد بدل 5 عواميد، وباقي الخطوات زي ما هي، مفيش اي مشاكل فيها خالص. طيب ده كده وش التوب. هنجيب الخيط بتاعنا ونعمل عقدة البداية بتاعتنا. طيب هنبتدي منين؟ هنبتدي من الجنب. فاكرين الوحدة اللي احنا قلنا بنسيبها من الجنبين؟ هي دي اللي احنا هنبتدي من عندها. ليه؟ لان هي اللي فيها الشكل الغرزة باين، او شكل الوحدة باين وكامل. يعني انا هاجي ابتداء من الغرزة اللي الوحدة اللي موجودة هنا دي، وهقوم شابكة الخيط، ادخل الخيط كده اهو، شبكنا. طيب وبدل ما هشتغل 5 عواميد انا هعمل 4 عواميد. ليه؟ لان انا عايزة الم فتحة الكم. يعني شايفين الفتحة واسعة ازاي؟ انا عايزة الم، فلو عملت على 5 عواميد الكم هيبقى واسع قوي بزيادة، فانا هبتدي ب4 عواميد. طيب يبقى نطلع ال3 سلاسل كأنهم اول عمود، 1 2 3 كده كأنهم عمود اول، وانزل في نفس المكان ب3 عواميد. يبقى انا كده بقى معايا كام؟ 4 عواميد. كده 4 عواميد، وبكمل نفس الخطوات بتاعتي عادي خالص. باجي في الغرزة اللي جنبها اشتغل غرزة حشو، بعد كده اطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وانزل في الفراغ اللي جنبه بغرزة حشو. يبقى انا كده بقى معايا فراغ اول او 4 سلاسل مرة واحدة، بكررها مرة تانية، 1 2 3 4، واجي في الفراغ الموجود هنا وانزل بغرزة حشو. طب نيجي بقى تحت او فوق ال5 عواميد في الوحدة اللي موجودة عندي دي، بشتغل 4 عواميد، واجي هنا اشتغل غرزة حشو، 4 سلاسل، واللي جنبيها غرزة حشو، 4 سلاسل، واللي جنبيها غرزة حشو. انا دايما محتاجة ان انا بعد ما بعمل العواميد اللي هما جنب بعض، سواء كانوا 4 أو كانوا 5، سواء ان انا كنت عايزة على الواسع 5 عواميد او الضيق 4 عواميد، لازم جنبهم على طول يبقوا فيه مرتين 4 سلاسل، يعني في فراغين 2، ادي 1 2. طيب نيجي هنا بقى وانزل فوق ال5 عواميد في الفراغ بتاع الوحدة دي او السلاسل دي، بشتغل فيها 4 عواميد. اجي في هنا بقى مش هيبقى عندي فيه سلاسل، هيبقى عندي فيه عمود مايل او عمود نايم كده على الجنب، ده بدخل فيه بغرزة حشو. بعد كده اطلع 4 سلاسل، واجي هنا واشتغل غرزة حشو،
بكون بقى السلاسل بتاعتي، 1 2 3 4. بسيب اللي هي العواميد المتجمعة مع بعضهم اللي هم ال3 عواميد، واجي في راسها كده وانزل بغرزة حشو. بحاول ان انا اجمع السلاسل بتاعتي واعمل العواميد بتاعتي. طب كده بقى عندي خلاص الفراغين 2، يبقى محتاجة اشتغل ال4 عواميد. اجي هنا كده في الفراغ اللي موجود عندي ده واشتغل ال4 عواميد، واجي في العمود اللي جنبه على طول اشتغل غرزة حشو، وبعد كده 4 سلاسل. وممكن اسيب العواميد المتجمعة دي، شايفين، واجي في الراس بتاعتها واقوم حاطة غرزة الحشو بتاعتي، وبشتغل كده بقى داير ما يدور على فتحة الكم اللي انا عملتها. بطلع كمان 4 سلاسل، واسيب الفراغ ده وانزل في اللي بعديه على طول كده. كده بقى عندي فراغين 2، يبقى اللي جاية دي عواميد. جنب الاربع عواميد الغرزة اللي بعديه هي عبارة عن عمود نايم، باجي في راس العمود وانزل بغرزة حشو واطلع ال4 سلاسل، واجي في الفراغ اللي جنبيه وانزل بغرزة حشو 4 سلاسل، والفراغ اللي جنبه ممكن اسيب الفراغ ده وانزل في اللي بعديه. خلوا بالكم ان الفتحة معايا واسعة، فلو عديت غرزة يعني خدتها شوية على الواسع مش هيبقى فيه مشكلة خالص. يعني ما تقلقوش وتقولوا ايه ده، طب احنا مش عارفين نحط فين بالظبط او نقسمها ازاي. لا، هي مفتوحة يعني. هي الفكرة كلها بس ان احنا بنحاول نحافظ على شكل الغرزة اللي احنا ابتدينا من عندها، بنحاول نشكلهم ونأسسهم مرة كمان. فانا بدأت بالاربع عواميد ومشيت على نفس النظام او على نفس المية بتاعتي، اللي هو فراغين 2 4 عواميد، فراغين 2 4 عواميد. هي بس الفكرة ان انا لما دخلت عديت الجزء اللي هو الواضح، الجزء اللي انا كنت بشتغل فوق الوحدة بتاعتها، ودخلت على الشكل التاني المختلف للشغل. دخلت بقى ان الشغل بقى نايم، الوحدات بقت نايمة معايا، فبقت هتبقى يعني صعبة شوية او مش صعبة، يعني ممكن تتوهوا فيها. بس هي ما تتوهش ولا اي حاجة، انتوا بتحاولوا تحافظوا على نفس المية بتاعة الشغل. يعني اهو خلصت الفراغات بتاعتي، فراغ اول فراغ تاني، ببتدي اكون العواميد. طيب انا واقفة هنا عند راس العواميد المتجمعة، طيب الاربع عواميد احطهم فين؟ ممكن اجي هنا كده واقوم حاطة العواميد بتاعتي. بنحاول نخلي المسافة ما بين كل غرزة والتانية لا هي متباعدة قوي ولا هي متقاربة قوي، وبكمل كده لحد ما بوصل لنهاية السطر واقفل في سلاسل الارتفاع. طيب وصلت خلاص عند نهاية السطر. انا واقفة عند سوريا، واقفة عند الاربع سلاسل اللي هو الفراغ التاني اللي بشكل بيه الفراغ التاني. باجي هنا واقفل في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي هي السلسلة الثالثة، 1 2 3
نقفل بغرزة منزلقة. بعد كده اطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، واجي فوق العمود اشتغل عمود، وبعد كده باخد سلسلة، وفوق العمود التاني اشتغل عمود، بعد كده سلسلة، فوق العمود الرابع بشتغل عمود، بعد كده اشتغل في اول فراغ غرزة حشو. يبقى كده عدد السلاسل هتديني فراغ 1 1 2 3 4، الفراغ التاني. بعد كده فوق العمود بشتغل عمود سلسلة عمود لحد ما يبقى معايا 4 عواميد، وبكرر نفس الكلام لحد ما بوصل لنهاية السطر. خلاص انا وصلت لنهاية السطر وكنت قفلت خلاص في الغرزة الثالثة من سلاسل الارتفاع. باجي في اول فراغ تحت السلسلة الاولانية اقفل فيها بغرزة حشو واطلع السلسلة بتاعتي، وابتدي اكون العواميد المتجمعة بتاعتي اللي هي نقول يعني نسميها غرزة الفشارة. نقفل بعد كده 3 سلاسل و الغرزة اللي بعدها او الفراغ التاني. دلوقتي هي قفلت معايا على 3 غرز، 1 2 3. ليه؟ لان انا كنت باديه ب4 عواميد، فمش هتديني 4 غرز زي ما كنت بعمل في جسم التوب والسكيرت، لا هتديني 4 غرز او 4 فشارات. طيب بناخد السلسلتين بتوعنا عادي خالص، واجي في تحت ال4 سلاسل الموجودين عندي واقفل بغرزة حشو، وبعد كده اخد سلسلتين 2 وبكرر نفس الغرزة. انا واقفة عند سلسلتين 2، والمفروض ان انا بقفل السطر، بقفل في راس الفشراية الاولانية خالص، بقفل بغرزة منزلقة. بعد كده هنا بقى يجي سطر السلاسل، هطلع 4 سلاسل واقفل في تاني فشارة، و4 سلاسل واقفل في تالت فشارة. طيب نركز هنا، انا عندي غرزة الحشو اللي هي اللي في النص، اللي هي فاصل ما بين الوحدة دي والوحدة دي. انا بعمل ايه؟ بعمل 4 سلاسل، وده لان انا شغلي كان بادئ ب4 عواميد، فبقى معايا 3 فشارات، فانا محتاجة اسس لوحدة جديدة، فبعمل سطر السلاسل. عملت اول 4 سلاسل، تاني 4 سلاسل، تالت 4 سلاسل هقفلهم فين؟ هقفلهم في غرزة الحشو. الاول خالص لما كنت ببتدي بالخمس عواميد كنت بقفل هنا، كنت بقفل هنا على طول. لا انا بعمل 4 سلاسل واقوم قافله هنا. ليه؟ لان انا شغلي بادي ب4 عواميد. تمام، و4 سلاسل واقفل في غرزة الحشو واكمل الشغل ايه عادي. اكمل لحد ما باجي هنا، بكون واقفة هنا عند اخر غرزة فشارة اللي هي الغرزة الثالثة، بطلع 4 سلاسل واقفل في غرزة الحشو دي، ومن عندها بطلع ب4 سلاسل واقفل في غرزة الحشو دي، واكمل كده لحد نهاية السطر. طيب داخلة على نهاية السطر، انا واقفة عند ال4 سلاسل، هاجي هنا في غرزة الحشو الاخيرة واقوم قافلة بغرزة حشو، بعد كده 4 سلاسل، واجي في اول سلسلة من ال4 سلاسل اللي هم بتوع بداية السطر اقفل فيها بغرزة منزلقة كده، وتاني غرزة اخدها برضو منزلقة، وتالت غرزة منزلقة. يبقى كده انا اشتغلت اول 3 غرز منزلقين. باجي في نفس المكان اللي انا واقفة فيه وانزل بغرزة حشو،
وابتدي أأسس للوحدة التانية اللي هم الأربع عواميد. باجي في تاني فراغ واشتغل الأربع عواميد، 1 2 3 4، وببتدي أكرر السطور تاني من أول وجديد، مفيش أي مشاكل. باجي هنا وأقوم قافلة بغرزة حشو 4 سلاسل، وأكون الفراغ الأولاني 4 سلاسل، الفراغ التاني، واجي هنا وابتدي اشتغل الاربع عواميد بتوعي، 1 2 3 4، واكمل لحد نهاية السطر. تكرار لنفس السطور مفيهاش اي مشاكل خالص. ابتدي اشتغل رايح اشتغل داير ما يدور لحد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه في الكم. وخلاص عرفنا احنا ازاي بنوسع وازاي بنضيق. لو لقينا ان الكم لا واسع معايا عرفنا ازاي بنضيقه. طب لقيته ضيق وعايزه اوسعه، بوسع بالخمس عواميد وضيق بالاربع عواميد. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو في اي اسئله، استفسارات، افكار او موديلات حابين ان انتوا تنفذوها، يا ريت تبعتوها لنا على رسائل صفحة مروة للهاند ميد على الفيسبوك. ولو في اي تعليقات واستفسارات سيبوها لنا على القناة وهنرد عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اللايك واشتراك للقناة وشير للفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.